السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سميد الأفران المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة جدا. من نص كيلو دي هتعملي أحلى وأجمل سميد أفران في البيت. وصفة سهلة اقتصادية هتعمليه بدون حليب ولا زبدة ولا بيض. مقاديرنا كلها متوفرة في كل بيت ان شاء الله. الوصفة سهلة وبسيطة. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية ببولة كده هنزل بكوباية إلا ربع من المية. هضيف لها معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. هبدأ كده إن أنا أقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض. بتأكد كده من جودة ونشاط الخميرة معايا. ممكن كمان تستبدلي المية بالحليب. هضيف لهم كده 3 معالق كبار من الزيت. ممكن برضو تستبدلي الزيت بزبدة براحتك خالص، المتوفر عندك بتضيفيه. ربع معلقة صغيرة من الملح. مقادير سهلة بسيطة اقتصادية جدا. معايا هنا نص كيلو من الدقيق المنخول. هبدأ كده انزل بالدقيق. اضافة السوائل هنا هتقل او هتزيد معايا على حسب كده نوع الدقيق المستخدم. انا سبت كده ربع كوباية من المية هضيفها دلوقتي. ضفت كده كمية المية، يعني كده اخدت مني كوباية من المية. لو احتاجت مني السوائل هبدأ كده انزل واحدة واحدة عليها. هلم كده العجينة، واهم حاجة طبعا هعجن بايديا كويس جدا. لازم كده بنخدم العجينة كويس. هبدأ كده ان انا ازود لها معلقتين كمان من المية. هلم كده بيهم العجينة، واهم حاجة طبعا هنخدم العجينة كويس جدا. تعجيني كده عايزين كده العجينة تكون طبعا طرية وملمسها ناعم. خلاص لميت العجينة بتاعتي. هبدأ كده اضيف لها معلقتين كبار من الزيت. هلم كده بيهم العجينة. طبعا هي هتقطع معايا كده في البداية، ما تخافيش خالص. هتبدأ طبعا تلم معاكي تاني، هتكون طرية وملمسها ناعم. مش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود، هتعمليه بأقل التكاليف. لزوم الفطار بيكون طعمه لذيذ جدا. هبدأ كده ان انا الم العجينة بتاعتي. هغطيها واسيبها كده لمدة 10 دقايق بس ترتاح. مش هنخمرها كده اول مرة، احنا لسه بعد التقطيع وبعد التشكيل هنبدأ طبعا نغطيها عشان تخمر كمان مرة معانا. كل طبعا ما تعجيني كده العجينة كويس، كل كده ما هتاخدي نتيجة كويسة جدا في الاخر. خلاص العجينة ملمسها ناعم طرية معايا. هسيبها كده لمدة 10 دقايق. هبدأ كده ان انا افردها على الرخامة، وبعد كده بالقطاعة او بسكينة براحتك خالص. هتبدأي طبعا ترولي كده او تبرمي السميد. عايزاه بقى الحجم بتاعه كبير او صغير براحتك خالص. اهم حاجة القفل بتاعه بتقفليه كويس جدا عشان ما يفتحش منك بعد ما يخمر. انا طبعا هنا عملت الحجم بتاعه متوسط. صينية كده او في صاي هتدهني دهنة كويسة جدا من الزيت. ونبدأ كده طبعا ندور كده السميد بتاعنا، وهنبططه كده تبطيطة بسيطة عشان لسه هيخمر معايا. بعد كده طبعا هنعمل له كده شرايط صغيرة. بترفعيها لان هي لسه هتخمر معانا. وزي ما قلت لك حجم السميدة براحتك، عايزاها كده عايزة طبعا الدايرة بتاعتها كبيرة او صغيرة براحتك خالص. ممكن تكبري حجمها عن كده كمان. هبدأ كده طبعا اقطع الكمية كلها وهغطيها الغطية كده اللي انا مقاسها، او الصينية كده اللي هخلصها. هبدأ كده ان انا اغطيها عشان يتضاعف حجمها. بعد ما اخلص الكمية كلها كده هبدأ ان انا ارشه كده ببخاخ بمية كده بسكر. وارش عليه كده شوية من السمسم. عايزة تضيفي سمسم او ما تضيفيش براحتك برضو على حسب كده الرغبة.
لان هنا طبعا الفيديو ما تصورش فيديو ان انا رشيت عليه كده ميه بالسكر ورشيت عليه السمسم، ما تصورش معايا. الكميه كده اللي هخلصها هسيبها كده ترتاح خالص. قبل كده ما ادخله الفرن هبدا ان انا ارشه كده رشه ميه بسكر، وهضيف له طبعا شويه من السمسم. طريقه تشكيله سهله جدا. نص كيلو دي هتعملي كميه كويسه جدا من سميد الافران. جربيها وان شاء الله تعجبك جدا. براحتك بقى، ممكن تعملي اكتر من شكل براحتك خالص. عجينة طرية ملمسها ناعم معايا، بتتشكل براحتي يعني. الطريقة سهلة ان شاء الله. رشة المية بسكر هنا طبعا بيساعد كده ان السمسم يكون بيلزق كده معاكي على الصميد، وكمان بيديها لون جميل جدا وهي طالعة كده من الفرن، بيديها تسكيرة كمان. هبدأ كده اخلص طبعا الكمية كلها، وبعد كده هسيبها كده عشان تخمر. طريقة تشكيلها سهل جدا. ممكن كمان تضاعفي كده كمية المقادير وتعملي كمان كمية اكبر. وبتقفلي طبعا كويس جدا، الاقفال دي بتقفلها كويس عشان لسه هتخمر معايا، عشان كده ما تفكش منك. انا هنا طبعا عملت اكتر من شكل، ممكن تعملي شكل واحد او تشكلي براحتك خالص. عايزه كمان تكبري حجم الصميده عن كده او تعرضيها شويه براحتك برضو. هخلص كده الكميه كلها واغطيها، اسيبها عشان تخمر معايا. اول كده ما تضاعف حجمها هرشها كده برشه ميه بسكر ببخاخه عاديه خالص، وكمان رشه من السمسم. وتكوني كده مسخنه الفرن بتاعك قبلها ب10 دقايق. اهم خطوه في التسويه ان التسويه تكون على نار متوسطه عشان ما ياخدش منك لون بسرعه. طبعا هنقلب كده الصاج من وقت للتاني عشان يطلع معانا لون موحد من فوق ومن تحت. صميد الافران باسهل وابسط طريقه هتعملي من نص كيلو دي احلى واجمل صميد افران في البيت. طالع ما شاء الله عليه لونه موحد من فوق وتحت، مقرمش معانا، ريحته معبيه المكان. وصفه سهله، مقاديرنا كمان متوفره في كل بيت. اهم حاجه ما تنسوش تدعموني، دعمكم هيفرق جدا معايا وفي رعايه الله.